السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي الإضراب بتاع السمك اللي في بورسعيد وفي كذا بلد حواليهم شغال الحمد لله كويس. طب ليه بقى مش عاملين عندنا هنا في مصر؟ في مصر هنا مفيش حاجة رخصت، كل حاجة زي ما هي غالية. النهاردة لسه شايفة السمك ب80 جنيه البلطي، ب80 جنيه البلطي ني. امال بقى على بال بقى ما يتنضف ويتشوي هيخش في كام؟ في 100 جنيه وممكن اكتر كمان. فين بقى عملنا ليه؟ قالوا هنا المصريين هنعمل دعوات عشان يعملوا اضراب. ايه رأيكم ان احنا نعمل اضراب على البيض كمان؟ طب ما هو البيض احنا، بص فرصة الدنيا حر، ايه رأيكم؟ شم النسيم داخل، فالبيضة الكرتونة هتبقى ضعف. ما هم كده التجار بيستغلوا الايه الناس وبيستغلوا المواسم، بيسلمونا لبعض. هم ده اللي هم فرحين فيه، ان هم لما يقعدوا يغلوا علينا كده، دي حاجة حلوة، حاجة حلوة بالنسبة لهم. بيبقوا مبسوطين ان هم بياخدوا حاجة مش من حقهم، بيبقوا نايمين على المخدة مرتاحين وهم بياخدوا حاجة مش من حقهم. الواحد يقعد يدبق من هنا ومن هنا ويقول لها بكرة هجيب كذا وبكرة هعمل كده، يتفاجئ ان الحاجة غير اللي انا متوقعاه خالص وغير اللي انا عاملة حسابها. فلحد امتى كده؟ عايزين نعمل دعوات، كل اللي يشوف الفيديو ده ينشره على أوسع نطاق. عايزين نعمل دعوات، نعمل إضراب عن البيض كمان، نعمل إضراب عن البيض كمان. وفرصة الدنيا حر ويا رب كله يبوظ، لأن ده هيتحط فين؟ زي السمك كده، ما هيبوظ عند الناس إن شاء الله. ويقعدوا بقى ممكن اللي هناك في بورسعيد ده ممكن يروح حاتفينه على هنا. ما هنا الناس بقى التجار هنا اللي نفوسها ضعيفة، تاخد حاجات بايظة تقول لك أبيعها للناس مش مشكلة. النفوس الضعيفة كتير، عشان يبص القرش زيادة حرام. احنا عايزين نعمل اضراب، مش هينفع مع التجار دي غير كده. طالما الحكومة مش عارفة تعمل لهم حاجة، فاحنا اللي نعمل بقى. احنا نعمل كل حاجة تغلى نعمل عليها اضراب. هترخص نشتريها، تغلى ما نشتريهاش، مادام هي كده بقى. وكل تاجر ما عندوش ذمة ولا عنده ضمير بيغلي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كل تاجر ما عندوش لا ذمة ولا ضمير، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. احنا عايزين نعمل اضراب، بدل الكرتونة ما هي ب180 دلوقتي توصل لكام؟ ان شاء الله كده تنزل ل50 جنيه. وفرصة الجو حر، يلا كلنا نعمل اضراب ان احنا ما نشتريش بيض خالص الا لما يرخص هو كمان. نعمل كده زي ما بتوع بورسعيد، برافو عليهم، وبتوع دمياط وبتوع كل البلاد اللي حواليهم عملوا اضراب عن الاسماك. هم مش احسن مننا؟ احنا كمان نعمل اضراب، اي حاجة تغلى نعمل عليها اضراب. طالما هم ما بيتقوش ربنا فينا التجار، لا لا احنا بقى نعلمهم احنا الادب. يلا كلنا نعمل اضراب ما نشتريش بيض. مش جات في السمك؟ وبعد كده بقى واحده واحده كده نخش على كل حاجه. ما نشتريش برضو فراخ، ما نشتريش لحمه، اي حاجه. لان دي الحاجات دي حاجات اساسيه. حتى الخضار بقى بكام دلوقتي؟ يعني ديت الحاجات الاساسيه. الواحد بينزل السوق يشتري خضار، ما بيشتريش لا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص. ولا بنشتري الحاجات ديت لانها هي غاليه. هنشتريها منين؟ بكام؟ بكام كيلو اللحمه؟ بكام الفراخ؟ شوف أسرة مكونة من فردين من ثلاثة من أربعة أيا كانت، هت... هيكفيها كام؟ هتاخد فرخة؟ بكام الفرخة؟ بكام الفرخة على 4 أفراد؟ بكام الفرخة؟ كيلو، كيلو بكام دلوقتي؟ ب100 جنيه صاحي. كيلو ب100 جنيه صاحي. يعني أنا عشان عايزة أجيب فرخة أو عدد أسرتي أكبر، لازم أجيب فرخة مثلا. لو احنا مثلا أكتر من 3 أو 4، أجيب مثلا فرخة كيلو ونص. كيلو ونص هتخش لها في كام؟
كام؟ 150، 200 جنيه، ممكن 2 كيلو الا ربع كمان تطلع 200 جنيه فرخة. لحمة بكام؟ أسماك بكام؟ لا عارفين نجيب لا مستورد ولا بلدي، ولا عارفين نجيب حاجة. فاحنا أحسن حاجة إن احنا نعمل إضراب، أي حاجة تغلى يا جماعة نعمل عليها إضراب، نعمل إضراب عليها، عشان ما ينفعش الكلام ده. كده الحال بقى حاجة، يعني الحال بقى حاجة صعبة، حاجة صعبة صعبة يعني. الناس هتجيب منين؟ طالما الحكومة مش عارفة تعمل لنا حل، احنا نشوف احنا الحل. قلنا الحكومة تنزل، بس هي هتلحق على مين ولا على مين؟ ده لما بيجوا يعملوا لهم بتاع ده، لما بينزلوا اللي هم بتوع الحي، لما بينزلوا عليهم م? يقعدوا يخبوا الحاجة ويشيلوا الحاجة، وأي سوبر ماركت أو أي حد بيجيله الواحد يديله شوية زيت شوية حاجات، يديله فلوس ويروح ماشي وسايبه، ولا عمل له حاجة خالص، ما بيعملوش أي حاجة. وأنا أنت نازل تعمل إيه؟ أنت نازل عشان مصلحتك أنت بقى، مش نازل عشاننا إحنا، مش نازل عشان تشوف المنتج ده صالح ولا مش صالح، مش نازل عشان تشوف المنتج ده غالي ولا مش غالي، لا أنت نازل ليك أنت. بتوع الأحياء بيعملوا كده، اي حد بيخش عليه من تحت الترابيزه، زي ما انت كلنا عارفين، احنا نضحك على بعض، كلنا عارفين، كله شغال من تحت الترابيزه، يدوا رشاوي، يدوا منتجات من عندهم مع رشاوي، لبن، زيت. يعني الواحد مش عايز يذكر اسماء، انا بعناية شايفه يعني، ولا عمل له حاجه ومشي. لكن ما توصلش بقى، احنا بنسكت على حاجات، لكن ما تجيش بقى تغلي علينا الحاجات ديت يعني. احنا عايزين نعمل اضراب عن البيض، نعمل اضراب عن البيض. الفيديو ده لازم يوصل لأوسع نطاق، نعمل إضراب عن البيض. بورسعيد مش أحسن مننا اللي عملوا إضراب عن السمك. شوفوا دلوقتي وصل لكام هناك، وقفلوا، في ناس قفلت المحلات. وفي حتى كمان سمك بيقولك في اسكندرية ميت لوحده كده في المية ميت. الله أعلم مين اللي بيعمل الحاجات ديت. حسبي الله ونعم الوكيل في كل تاجر وكل أي حد بيشجع التاني على الفساد في البلد ديت. كل واحد حسبي الله ونعم الوكيل بيدخل قرش حرام على بيته وعلى عياله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من بياخد قرش مننا مش من حق، واحنا في اشد الاحتياج ليه.